تعالى هنا شوية. متابعينا في كل مكان، لحظة مغادرة كابتن محمود الخطيب عقب أداء واجب العزاء في نجل. طبعا رئيس الأهلي السابق محمود طاهر. يعني طبعا المشهد أمام حضراتكم حاجة كبيرة من الشد والحزم يعني والتعزيزات الأمنية خلال اللحظات الأخيرة من العزاء هنا. يعني كابتن محمود الخطيب بنحاول إن احنا نوثق اللحظات مع حضراتكم، اللحظات الأخيرة من العزاء، أبرز الحاضرين والشخصيات العامة ونجوم الوسط الرياضي. دي اهم بقى. رئيس الاهلي حالي بيؤذي قال لك كابتن شريف. السلام عليكم. يلا كده. شوف الاخبار عامل ايه؟ هنا ولا هنا صح؟ انا هنا. هكلمك ها؟ ما تقطعش عليا. الكابتن احمد صار كلمه عازي. بقاء لله وربنا يرحمه ويصب يا مهندس محمود. كلمنا كده اخر حديث بينك وبينه يا كابتن. لا ما خلاص يا جماعه، البقاء لله. يعني كابتن محمود الخطيب، كابتن احمد حسن، مغادرة عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي، واحنا يعني لازلنا مستمرين مع حضراتكم. يا جماعه بعد اذنكم خدتوا شوط يا جماعه محمود طاهر؟ ما عرفتش يا ابني ده واقف اول صف، انا خدته كذا حاجه. انا استاذنكم في السكه، انا استسمح حضراتكم في السكه، ما قلتش حاجه والله. يعني مغادرة مدير تعاقدات النادي الاهلي، مدير التعاقدات تبع النادي الاهلي، يعني كان رفقة احمد حسن. وخروج كابتن حسام عاشور. كابتن حسام يعني كلمة جوزكة المتوفي يعني. بقاء لله وربنا يرحمه ويجعل المسواه الجنة ان شاء الله. كان في تواصل دايم بينك وبين يعني الشاب الراحل نجم كابتن محمود طاهر؟ الباشمهندس طبعا محمود شخصية جميلة جدا، وكان رئيس النادي الاهلي طبعا. فالناس كلها بتحبه وبتحترمه. قول لي كلمه لاحمد فتوح. مش عارفه؟ مش عارفه يعني ده اعلامي وبيتكلم الموضوع.